بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مرحبا بكم عندي ومرحبا بي عندكم. شرفتوا القناة اللي هي في الأساس قناتكم، قناة الطبخ أسهل مع أم يونس. اليوم جبت لكم الانتعاش كيك البرتقال. خاصة واش عجبني في هذا الكيك أنه العصير البرتقال كاين يعني في العجين، وكاين يعني في الكريمة هذيك. هذا واش زاد لها هذيك البنة وزاد لها هذيك الانتعاش. نبداو الوصفة على بركة الله. درنا 2 حبات بيض، نضيفو كأس غير ربع تاع السكر، نخلطو مليح الخليط تاعنا، ومن بعد نروحو نضيفو كأس الا ربع تاع الزيت، نخلطو ايضا، ونضيفو يعني مبشور البرتقال 2 حبات. نضيفو كأس عصير تاع البرتقال، نخلطو ايضا، ونضيفو 2 كيسان تاع الفارينة و لا ليفر اللي تكون 8 غرام تقريبا. نخلطو مليح الخليط تاعنا وهكذا يكون القوام تاعو. بعد ما دهنا هذوك القوالب بالزبده والفارينه، حذاري هذه المرحله مهمه باش ما يلصق لكمش. نعمروا هذوك القوالب، وحذاري تاني يعني انتبهوا ما تملؤوش القوالب حتى الاعلى، خلوا مكان للاختمار. في الاخر نروحوا نحضروا الكريمه. هنا درت كاس تاع العصير البرتقال، 2 ملاعق تاع السكر، وملعقه يعني مملوءه مليح تاع المايزينا. نخلطوا هذاك حتى يعقد معانا، ونروحوا نفرغوه فوق الكيك تاعنا اللي كنا طيبناه من اسفل، ونحمروه ايضا من الاعلى. شوفوا الكريم تاعنا، الكريمه شحال جات هايله، وشوفوا هذاك اللون البرتقالي يعني الرائع، بلا ملون بلا حاجه، ما احلاها الالوان الطبيعيه يعني جد جميله. هنا نملؤوا القوالب تاعنا كيما راكم تشوفوا. هنا درت نوع تاني تاع الشوكولاته، دوك تلقاوه في فيديو واحد اخر يعني مستقل. شوفوا لي هذيك الكيكات يعني جميله جدا، زينتها باوراق تاع النعناع وقطع صغيره من البرتقال. اجمل منها ما كاش، ولذيذه لذيذه لذيذه جدا. يعني انا طيبت منها وكي حبت لدارنا ديتها معايا، ذاقوها خياتي، ذاقوها الاصدقاء، عجبتهم. جربوها البنات، وما تنسوش تخلوا لي تعليق وجام، هاد الشيء راح يدعم القناه تاعي. اتهلاو في روحكم البنات، نتلاقاو على خير ان شاء الله في فيديوهات مقبله ان شاء الله. سلام.